أهلا بيكم في الحلقة الثالثة من سلسلة الفرق بين لغات البرمجة. النهاردة هنفك واحدة من أكبر لخبطة في المجال. إيه الفرق الحقيقي بين لغة البرمجة والفريم ورك؟ ليه ناس كتير بتبدأ غلط؟ وليه في ناس بتضيع شهور وهي فاكرة إنها بتتعلم صح؟ لو أنت مبتدئ، الحلقة دي ممكن توفر عليك شهور لخبطة. يعني إيه لغة برمجة؟ لغة البرمجة هي الأساس. هي اللغة اللي بتكتب بيها الكود نفسه وبتكلم بيها الكمبيوتر، زي بايثون، جافا، سي بلس بلس، جافا سكريبت، سي شارب. من غير لغة برمجة مفيش برنامج. هي اللي بتقول الكمبيوتر يعمل ايه خطوة بخطوة. طيب يعني ايه فريم ورك؟ الفريم ورك هو مجموعة أدوات جاهزة متبنية بلغة برمجة معينة، بتساعدك تبني مشروع أسرع وبشكل منظم. بدل ما تبدأ من الصفر، الفريم ورك بيديك هيكل جاهز تمشي عليه، وكمان بيفرض عليك طريقة شغل منظمة، بيعلمك أفضل الممارسات، بيسهل إدارة المشروع. بس خد بالك، هو مش لغة جديدة، هو شغال فوق لغة موجودة أصلا. مثال بسيط يثبت الفكرة. تخيل إنك عايز تبني بيت. لغة البرمجة الطوب والأسمنت، فريم ورك تصميم وخريطة جاهزة للبناء. انت لسه اللي بتبني، بس معاك نظام جاهز بيسهل عليك الشغل. أمثلة حقيقية من السوق: جانجو مبني بلغة بايثون، لارافيل مبني بلغة PHP، دوت نت مبني بلغة سي شارب، فلاتر مبني بلغة دارت، رياكت مبني بلغة جافا سكريبت. يبقى دايما فريم ورك مبني على لغة مش العكس. الغلطة المشهورة عند المبتدئين: حد يقولك أنا بتعلم فلاتر، طب أنت فاهم دارت؟ حد يقول أنا بتعلم رياكت، طب فاهم جافا سكريبت؟ المشكلة إن الدعاية دايما على الفريم ورك. بتشوف تطبيق شكله حلو فتتحمس، لكن أول ما تقابلك مشكلة تقف. ليه؟ عشان الأساس مش متبني صح. ابدأ باللغة، افهمها كويس، بعدين ادخل فريم ورك. غير كده هتبقى بتحفظ مش فاهم. امتى تستخدم فريم ورك؟ لما تبقى فاهم أساسيات اللغة، عايز تسرع شغلك، عايز تبني مشروع حقيقي، تشتغل بشكل احترافي. فريم ورك بيوفر وقت، بس مش بديل عن الفهم. الخلاصة: لغة البرمجة هي الأساس، فريم ورك أدوات مبنية على الأساس. ما تبنيش الدور العاشر قبل ما تحط الأساسات. دلوقتي لما تسمع كلمة رياكت أو فلاتر هتعرف تسأل السؤال الصح: مبنية على لغة إيه؟ لو الحلقة دي وفرت عليك شهر اللخبطة، اكتب في الكومنت. لو رجع بيك الزمن، كنت هتبدأ بإيه الأول؟